من وقت ما النتيجة ظهرت زي دلوقتي وأنا بسأل نفسي سؤال: أمال مين نجح؟ يعني لما كل التعليقات اللي جايالي وكل الرسائل سواء على الواتساب أو على الفيسبوك كلها أنا جايب مادة، جايب مادتين، أنا جايب 50%. أمال مين الطلاب اللي نجحوا؟ فين يا دكتور رضا حجازي الإحصائيات اللي كنت حضرتك بتنزلها وتقول نسبة النجاح في الكيمياء مش عارف كام، نسبة النجاح في الأحياء كام؟ والكلام ده أنا كنت بجيبه من صفحة الوزارة، ما كنتش مألفه. ما هو مش معقولة يعني إن كل اللي على القناة بتاعتي وكل الفيديوهات المنشورة على اليوتيوب، كل الناس اللي بتتابع الناس دي، كل الطلاب دول فشلة. يعني احنا معنى كده ان كل طلاب الثانوية العامة السنة دي فشلة؟ انا بصراحة بستغرب. امال مين الطلاب اللي نجحوا؟ مين الطلاب اللي جابوا مجاميع؟ مين الطلاب اللي هم ايه، اللي كان عايز يدخل كلية وهيحقق حلمه ويدخلها ان شاء الله؟ لما انا كل الرسائل اللي جاياني وكل الناس اللي انا جبت لهم النتيجة غالبيتهم جايبين مواد. يعني علشان اكون صادق، في حد بس جايب حوالي 95% او 93%، واحد بس. انما كل اللي بعد كده تحت ال60 او تحت ال70. امال فين الطلاب اللي حققوا احلامهم؟ وفين الطلاب اللي كانوا بيذاكروا؟ يعني انا مستغرب ان كل اللي انا بجيب لهم الدرجات يا اما شايلين مواد يا اما جايبين تحت ال50%. ما هو ده مش معقوله يعني ان كل الطلاب اللي انا جبت لهم النتيجه او كل الطلاب اللي على السوشيال ميديا دول فشله. كل الناس اللي بتبعت لي تسالني على اعمل تظلم ولا لا، وهل هيرجع لي حقي ولا لا، انا شايف بصراحه ان الناس دي لو مش مظلومه مش هتقول ان انا عايز اعمل تظلم، مش هيفكر اصلا فيه، لان هو عارف تلقائيا من نفسه ان لو عمل تظلم ومالوش درجات مش هياخدها. فالموضوع بصراحه يعني شيء محير. هل كل الطلاب دي ما ذاكروش؟ هل كل الطلاب دي فعلا ده حقهم؟ مش معقول. انا حتى الان نسبه النجاح اللي انا شايفها لا تتخطى ال 65%. يعني ده لو ايه، لو هنقول انا شايف بصراحه ان نسبه الساقطين اكتر من الناجحين. اكيد في شيء غلط.